لابد احكي لك حكايتي. مين عارف، مش يمكن يحصل نصيب وتقابل عمك وتعود المودة والألفة من تاني. ده احنا متعادين، والعهد يا حسن سيف على الرقاب، لابد يتنفذ. لكن يا ترى أخويا لسه باقي على ده العهد؟ ومات الوزير شمس الدين وساب ابنه حسن وحده. لكن قبل ما يموت كتب ورقة فيها تاريخ ميلاد حسن واسمه ونسبه، حطها في سلسلة فضة ولفها على رقبته. ومرت الأيام وتعين وزير جديد قاسي القلب جاحد للجميل. أول شيء عمله أصدر أمر بتفتيش منزل الوزير شمس الدين وإحضار كل أمواله. بلغ الخبر لحسن، خاف وقام يجري، خاف على عمره من بطش الوزير الجديد. حب يتدارى ملقاش مكان يتويه، دخل المقابر عشان يبعد عن عيون الوزير وعيون الزبانية من العسكر. يا خسارة يا أيام، من بعد ما كنت نايم على فراش الحرير السندسي صبحت نايم يا حسن بين القبور المظلمة. من بعد ما كان أبوك وزير البلاد والأمر كان أمره، يبهدلوا البيت وياخدوا كل أموالك ويطردوك يا حسن. تروح فين؟ تهرب يا حسن، تروح فين؟ هتفضل نايم في القبور كده لإمتى؟ دي نومة القبور تأثر العمر يا حسن. يا سبحان الله، سمع صوت في وسط القبور زي سلاسل الذهب، صوت رقيق جميل طالع من بين القبور يبكي. وبيبكي ليه يا ترى؟ وايه اللي وصله هنا؟ اروح اطل عليه واعرف حكايته ايه. يا سبحان الخالق الوهاب، شاب جميل الصورة والطلعة، حسنه ما اتوصف ولا شفته قبل اليوم، طول بعرض بعيون كمعيون الصقر. سبحان الله، وده ابن مين يا ناس؟ وايه اللي جابه هنا عندنا؟ ونايم على الارض ليه؟ وملابسه بتقول ده متربي في وسط القصور، وملابسه ملابس الأمراء. خليه نايم والصباح رباح. بتقولي ايه يا جنية القبور؟ بقول لك شاب جميل الحسن والطلعة، سبحان الخالق لجماله، راقت هنا في وسط